عالم مسطح، عالم حيث لا يوجد أي شيء غير الحيوانات. في فيديوهات تانية ناس حاولوا يعيشوا في العالم المسطح، لكن كلهم كانوا بيستخدموا القرى. لكن أنا النهاردة أنا هستخدم العالم ده بس. أنا هكون في العالم ده من غير ولا قرى ولا structures، وهروح الإند كمان. بقى إيه رأيكم؟ حتى لو أنت شايف الكلام ده مستحيل، هيحصل النهاردة وهثبت لك العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تسألته ده مش غش، ده أنا فضيته. هو اللي جالي واحد عشان العالم فلات. ولا ولا أنت يرحم أمك اسكت. دوت ببساطة ماينكرافت في عالم مسطح. دلوقتي احنا ممنوع نستخدم اي مودات، ممنوع نستخدم القرى اللي هي مش موجودة اصلا، ممنوع نغير الصعوبة، وممنوع نستخدم اي ايتمات تانية غير اللي حوالينا. نستخدم البقرة دي، نستخدم الجلد، نستخدم الديرت، نستخدم الموارد اللي بتقع من الوحوش. هو كل حاجة هتفيدنا. انت دلوقتي هتفهموا ازاي هخلص اللعبة. هاخد الصندوق ده. انا بس مخلي اللعبة بيسفول دلوقتي علشان السلايمز جروشوا امي وانا بعمل الانترو. هنحفر منطقة كبيرة قوي من الديرت علشان الوحوش ما بيرسمنوش على البيدروك. نعم. شكلك مش هترتاحي غير لما تموتي. شكلك مش هترتاحي غير لما تموتي. ايه ده؟ ازاي 4 ضربات؟ فرخة بتموت من ضربتين. الموضوع ده هياخد 17 ساعة. لماذا نحن هنا؟ سؤال يراودني. سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني. و اقدر اقول لكم ان انا خلصت الحفرة دي كلها. يا جماعة انا هيجيلي تخلف بعد الفيديو ده. دلوقتي لازم نجيب اكل، وواضح ان الموضوع هيبقى صعب. يلا بس نموت الاندرمان ده. لا لا. اعتقد ان احنا هنستنى لغاية الصبح عشان نروح نجيب اكل. بوم. بسم الله، خلينا نجيب اكل دلوقتي. لا انت، لا مش هموتك. واخيرا تكنو بليد. بصوا التكنيك اللي انا بستعمله ده عشان اموتها واربطها تجيلي بنفسها، مش محتاج اتحرك. نار. اعتقد ان دي جت من البرق، مش عايزة تطفي خالص. خلصنا البتاع الموب تراب البدائي بتاعنا. هنعمل ايه اف كي. في حالتي المفروض هنعمل ايه اف ام. ايه اف كي اصلا هقول لكم يعني ايه. يعني away from keyboard، بعيد عن لوحة المفاتيح. انا بقى دلوقتي هعمل ايه اف ام، اللي هو بعيد عن التليفون. في نار ضربت هناك من العاصفة. فين؟ تاني. الناران دي مش بتطفي. الصاعقة اللي هناك دي جابت لي سكيلتون هورس. يا جدعان حقوني، حقوني. زعطوط، كلب صغير، كابوسي التاني بعد الكريبر. طيب اعتقد ان ده كده كفاية. وقت تكسير الرجل، وقت تحطيم الرجالي. وقت الضرب خلاص. وها نحن ذا دروع كاملة معفنة بس مش مهم. ازيك يا انس؟ الحمد لله. انا اخو الصغنن يا جدعان. يا عم كله مع بص ما تجاوبش غير على اللي هقولهولك. ماشي. وما تقولش اي كلمة زيادة ولا اكتر ولا اقل، اما هديك بالقلب. اوكي. قولي، تفتكر في عالم مسطح هنجيب سابلينج منين؟ انا ذكي عشان كده هقولها لك. اتفضل قول. كلوي. قالوا ايه؟ كلوي. ايه يعني؟ الكلوي اللي معاه لامة بيبيعها، شاطر. بس هيحتاج املار ضوي. يا جماعة انس اداني فكرة، وفكرته هي ان احنا نجيب السابلينج من الراجل ده. الله عليك. هربوك. هربوك.
طب هو بيبيع بوبت؟ لما في التحديثات دي كانت مخفية، بصوا هي موجودة هي موجودة. يا اخي جروشت امنا. واو، اللي هو الراجل هناك اهو. يبيع سلم. طيب حرام حرب قصدي. لا سيف يحيى الاستسلام. يا نهار اسود. احسن لي استخدم كمية البوهات اللي صلحتها من الاسكريتو. اسود على الكمية. انا عرفت دلوقتي هما بيرسمينه كتير ليه. لانكم كما تروا يا اعزائي ان انا رجعت نفسي ل 1.14. هما بيرسمينه اكتر بكتير في 1.14، لكن بعدها انا رجعت بسرعة ل 1.19 وهو ده اللي حصل. تكاثروا بشكل يعني مبالغ فيه. بعد 15 ساعة من الانتظار يعني قدرت احصل 12 امرالداية. حان وقت المقايضة مع الكائن الغريب ده. مسك سلايم. انا اشتري منك سلايم ليه يا ابن الذين؟ انا هجيب البوكت ده بس. هيبقى معاك اكل 5. طيب خلينا نفكر كويس. نعمل ايه كمان؟ كده عشان يا نونو. اللون الحلو ده. فعلا يا جماعة اللمة هنا مخفية، بصوا. حاول اضربها هنا اهو، وصلت عليها اهو. لا ده برضو لا. نو. ده بيبيع اللي بتاعة السبروس، فاعتقد اني هجيبها المرة دي بس. ودلوقتي موت. اخيرا بعد عذاب 5 شهور لقيت الراجل اللي بيبيعها. واخيرا احط البلوكات بالشكل ده عشان الشجرة تكبر بارتفاع اعلى. حلينا مشكلة الخشب. دلوقتي فاضل لنا مشكلة النذر والاند. دي بطريقة سهلة، تفسيرها صعب شوية بس هتفهمه. اجيب ايرون دلوقتي. شفتوا يا جماعة الانجازات اللي عملناها في العالم المسطح؟ شجر، مية انفينيتي، الراجل ده، سابلينج، دروع كاملة، مصنع فاشل للوحوش بس طبعا جميل بما ان انا اللي عملته. اعتقد دلوقتي ان احنا جاهزين نروح الاند بالجريتش اللي هقولكوا عليه دلوقتي. ده هو اللي هيجيب لنا النذر. طبعا انت ممكن تقولي دلوقتي ايه اللي بيحصل ده، ليه العالم مش مسطح وليه كل حاجة شكلها غش. احنا دلوقتي في نسخة قديمة من ماينكرافت. انا حطيت الفايل بتاع العالم بتاعي اللي هو عالم السوبر فلات دوت في نسخة قديمة جدا من اللعبة، نسخة حيث اللعبة مش فاهمة اصلا ايه هو السوبر فلات لسه. فهو ده العالم بتاعي، لكن انه يعني زي ما انت شايف. ودلوقتي سيف هيعمل كل حاجة دلوقتي ويروح النذر وهرجع لكم. بوم. هشرح لك ايه اللي حصل بما اني ما كنتش عارف اصور. انا عملت بوابة هناك ورحت للاند، والاند عرفت اروحها علشان كان في عمود ازاز كبير قوي نوتش كان بيحطه عند كل سترونج هولد عشان نعرف مكانها بسهولة. انا بقى رحت عند عمود الازاز ده ونزلت عند الاند وفجرتها بالتي ان تي بما انها من زمان كانت بتتفجر وكان لونها ازرق. هحط لكم صورتها دلوقتي. لسبب ما وقعت لي 16 مش 12. لما رحت النذر عينت الحاجات دي في الصندوق ورجعت تاني للعالم العادي ورجعت العالم ده ل 1.19 والصندوق لسه هناك. عينت بس حاجات ضرورية، مش عايز اغش. حتى مش محتاجين نحارب بليزي، خلاص انا حاربته في العالم العادي في النسخة القديمة قصدي. دلوقتي بقى يلا نرجع للمونتاج ويلا نرجع. خرب بيته خطني. انه الليل. بيتي كان فين؟ وبجد مبسوط قوي يا جدعان. مش مصدق اللي انا شايفه بجد. دي ممكن تكون اخر مرة اشوف فيها عالمي ده. مش مصدق ان انا في عالم مسطح وصلت لكل ده. المهم let's got to do it baby. There we have it, the end. إننا نكسب التحدي. هذه هي النهاية.
الله، مش مصدق بجد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله والشكر لله. وي. الحمد لله، خلصنا كل الذل ده. طيب يا جماعة، انتوا دلوقتي شايفين الفيديو يجي 10 دقايق ولا حاجة تقريبا، لكن الفيديو والله خد ساعات، يجي 15 ساعة ولا أيام ولا كده. لا لا لا، هم 4 ساعات بس. ده غير طبعا وقت تكسير الديرت اللي بالهبل اللي كان في الأول ده. المهم يا جماعة، الحوار اللي في الشاشة ده وراه قصة لازم أتكلم عنها، محدش أتكلم عنه أبدا، وفي الآخر بيقول ويك أب، اصحى. المهم أتكلم عنه بعدين. المهم ما تنسوش اللايك والاشتراك. أنا كان معاكم سيف جيمر سورد، و اتمنى اشوفكم في فيديو جديد. بجد انا تعبت، ظهري وجعني، ومع السلامة.